انت اكيد سمعت قبل كده ناس بتتكلم عن البورصه. ممكن تكون جربت بنفسك واستثمرت فلوسك فيها وكسبت، وممكن تكون خسرت كل فلوسك، وممكن تكون خايف منها اصلا عشان الناس دول اكيد نصابين وحراميه وهيسرقوا فلوسك. ايا كانت افكارك عن البورصه، انا النهارده مش جاي اقول لك استثمر فلوسك فيها، انا جايه اشرح لك ببساطه ايه هي البورصه وازاي بتشتغل. فخلينا نبدا. المرحله الاولى، ايه هي البورصه؟ يعني ايه بورصه؟ لان في حواليها كلام كتير جدا مخلي سمعتها وحشه شويه. عشان تفهم البورصه تخيل معايا السيناريو ده، والسيناريو ده هيفضل مكمل معانا على مدار الفيديو. دلوقتي انت عندك شركه لصناعه الالكترونيات، انت حطيت كل فلوسك فيها. ده معناه ان انت المالك الوحيد للشركه دي، بتملك 100% من الشركه، وبرافو عليك الشركه نجحت وبتكبر. واي شركه او اي بزنس عشان ينجح ويكبر اكتر محتاج فلوس. انت دلوقتي محتاج مصانع اكتر، محتاج ماكينات اكتر عشان تزود الانتاج، محتاج موظفين اكتر، وعاوز تصنع منتجات جديده وتتوسع لدول ومناطق اكتر. فانت دلوقتي قدامك اختيارين تجيب منهم فلوس. الاختيار الاول انك تروح للبنك وتاخد قرض، وطبعا هتحط سندات الشركه دي كضمان للبنك، والقرض ده لازم تسدده وتدفع عليه فوائد. والاختيار الثاني انك تبيع جزء من الشركه ويبقى معاك شريك، وطبعا ملكيتك للشركه هتقل عن 100%. بس انت شفت الكومنتس اللي عندي ولقيت ان كل الناس بتقول ان القروض دي ربا، فقررت تبعد عن القروض وهتبيع جزء من الشركه. فلنفترض ان شركتك دي قيمتها 100,000، فانت قررت تقسم ال 100,000 دول ل 100,000 سهم او شير، وكده السهم ثمنه جنيه، وقررت تعرض للبيع 20,000 سهم منهم. وانا قررت استثمر معاك واشتري منك 200 سهم ودفعت لك 200 جنيه، وانا كده بقيت من ملاك الشركه دي. ناس غيري اشترت باقي ال 20,000 سهم وبقوا من ملاك الشركه معايا. كده انت دخلت البورصه. واللي انت عملته ده في شركات تانية كتير عملته، لان في شركات تانية برضو محتاجه فلوس عشان تكبر وتتوسع، وبالتالي بيعرضوا جزء للبيع من شركاتهم للمستثمرين. وهو ده سوق البورصه، عباره عن مكان الناس بتبيع وتشتري فيه اسهم الشركات، يعني زيه زي اي سوق، بس انت هنا مش بتشتري منتجات، انت بتشتري ملكيه في الشركات دي. يعني البورصه المصريه مثلا فيها شركات زي إديتا للصناعات الغذائيه، شركه المصريه للاتصالات، او فوري، او النساجون الشرقيون، او البنوك، وشركات غيرهم كتير بتكون متاحه في البورصه. وكل دوله بيكون ليها سوق بورصه خاص بيها، وفي دول بيكون عندها اكتر من سوق بورصه واحد، زي البورصه الامريكيه مثلا، واللي هتلاقي فيها شركات زي ابل وامازون ومايكروسوفت، تسلا، كوكاكولا، والاف غيرهم من الشركات. كل الشركات دي بيعرضوا ملايين او مليارات من الاسهم دي للبيع عشان يقدروا يجمعوا فلوس يكبروا بيها البيزنس بتاعهم، وطبعا المستثمرين بيدفعوا فلوس، والاتنين في مركب واحده، الاتنين عاوزين الشركه دي تنجح. طيب من شويه انا قلت لك ان الشركات دي بتكون عاوزه تتوسع وتزود انتاجها وتشتري مصانع، وده السبب اللي بيخليهم يعرضوا جزء من الشركه للبيع. ليه بقى في ناس اللي اسمهم مستثمرين بيوافقوا ان هم يدفعوا فلوس للشركات دي؟ المستثمرين بيشتروا الاسهم دي لانهم بيكونوا شايفين النجاح اللي الشركه دي وصلت له، وعاوزين يكونوا جزء منها ويكسبوا من ورا النجاح ده. لان لو كان في سهم ثمنه 10 جنيه وقت ما انا اشتريته، وبعد سنتين وصل 25 جنيه، فانا كده كسبت 15 جنيه على سعر السهم، يعني على فلوسي كلها المكسب كان 150%. طيب نرجع للسيناريو بتاعنا. انت عندك شركه الكترونيات وقررت تبيع منها 20,000 سهم. اللي انت عملته ده اسمه الطرح العام الاولي، معناه ان بعد ما انت كنت المالك الوحيد للشركه دي، انت قررت تبيع جزء من ملكيتك للعامه. ولو تفتكر انا اشتريت منك 200 سهم وباقي المستثمرين اشتروا باقي الاسهم، يعني انت كده جمعت 20,000 جنيه من المستثمرين. ال 20,000 جنيه دول بقى بيروحوا فين؟ بيروحوا للشركه عشان تتوسع وتكبر اكتر. ما ده اصلا السبب اللي خليك تبيع جزء من الشركه، وده كده اسمه البرايمري ماركت او السوق الاولي. معناه ان دي المره الاولى اللي السهم بيتباع فيها. البيع هنا هو الشركه او انت، والمشتري هنا هو المستثمر. بس لازم تكون فاهم ان مش ده اللي بيحصل في البورصه. اللي بيحصل هو اللي جاي ده. انا دلوقتي اشتريت منك 200 سهم وعدى عليهم سنه معايا، سعر السهم اتضاعف ووصل 2 جنيه، يعني انا كده مكسبي 100%. دلوقتي انا عاوزه ابيع وفي حد مستعد يشتري، انت وشركتك كده ما عادش ليكوا دعوه بالموضوع. اللي جاي يشتري ده هيديني انا الفلوس وياخد مني الاسهم او ملكيتي في الشركه. اعتبرها عربيه، اللي بيشتري عربيه جديده فلوسها بتروح للشركه المصنعه، بس لو قرر يبيعها مستعمله خلاص الشركه ما عادش ليها دعوه، مش بتكسب حاجه من البيعه الثانيه او الثالثه او حتى العشره. وعمليه البيع دي بقى بتتكرر في البورصه. اللي اشترى بيبيع بعد فتره، يعني هنا البايع بيبقى مستثمر والمشتري بيبقى مستثمر برضه، وده كده اسمه السكندري ماركت، وده اللي بيحصل كل يوم في البورصه. طيب انا كان معايا 200 سهم من شركتك وسعرهم اتضاعف، انا ليه قررت ابيع؟ لاسباب كتير. ممكن اكون احتجت الفلوس دي اشتري بيها حاجه، او حصل اي طوارئ،
ممكن اكون شايفه ان الشركه دي بتخسر وعاوزه اخرج منها، ممكن اكون شايفه فرصه احسن في شركه تانية وعاوزه استثمر فيها، ممكن اكون وصلت لنسبه الارباح اللي انا محتاجاها وخلاص ما عدتش محتاجه الاسهم في حاجه، وممكن تكون الشركه دي عندها مبادئ مخالفه لمبادئي ومش عاوزه ادعمها. الاسباب كتير، مش شرط ان اي حد بيبيع اسهم يكون بيبيعها عشان الشركه دي وحشه او بتخسر، بس الاهم من كده ان طالما انا قررت ابيع، ليه في حد وافق يشتري مني بضعف الثمن؟ ببساطه عشان على مدار السنه شركتك كانت بتنجح وبتحقق ارباح اكتر، فطبيعي قيمتها في السوق تزيد. يعني انا في الاول دخلت عشان عاوزه اكسب من ورا نجاح الشركه دي، ده نفس السبب اللي مخلي المستثمر الجديد عاوز يشتري في الشركه. وده بيدخلنا على نقطه مهمه قوي، وهي حركه سعر السهم. ليه اسهم الشركات بتطلع وبتنزل؟ لان سوق البورصه ده زيه زي اي سوق تاني مبني على العرض والطلب. لو في 1000 شخص فجاه عاوزين يشتروا اسهم في الشركه بتاعتك، وفي 200 شخص بس مستعدين يبيعوا، ده معناه ان العدد اللي هيتباع مش هيكفي ال1000 شخص كلهم، وبالتالي في ناس من ال1000 شخص دول بيطلعوا وبيكونوا مستعدين يدفعوا فلوس اكتر، وده اللي بيخلي سعر السهم يزيد. اعتبرها كأنها شقة، ليه تبيعها لواحد هيدفع فيها مليون طالما في قدامك واحد تاني مستعد يدفع 1.5 مليون أو 2 مليون؟ ده نفس المنطق اللي بيخلي سعر السهم يزيد أو يقل. طيب خلينا نفترض الأسوأ، في مشكلة ما في شركتك خلت 1000 شخص من المستثمرين عاوزين يبيعوا، وفي 200 شخص بس مستعدين يشتروا، فبيظهر ناس من ال1000 شخص دول بيقللوا الأسعار عشان يخلصوا ويلاقوا مشتري ويبيعوا الأسهم دي، وبالتالي ده بيخلي سعر السهم يقل. طيب لما بعت 20,000 سهم من شركتك وكان سعر السهم جنيه ودلوقتي وصل 2 جنيه، أنا كمستثمر أنا اللي خدت المكسب لنفسي. انت وشركتك بقى مستفيدين ايه من زياده سعر السهم ده؟ الشركه هنا مش بتستفيد ولا بتكسب فلوس بشكل مباشر، لان خلاص البيع والشراء هنا بقى بين المستثمرين وبعض، لكن زياده سعر السهم ده بيفيد الشركه بطرق تانية. اول طريقه منهم انها لما تحب تطرح اسهم جديده للبيع هتبيعها طبعا بالسعر الجديد. يعني في الاول لما باعت 20,000 سهم عشان تجمع 20,000 جنيه، دلوقتي سعر السهم 2 جنيه، يعني هي لو عاوزه تجمع 20,000 هتبيع 10,000 سهم بس. والطريقه الثانيه ان الشركه كبزنس مش دايما بتتعامل بالفلوس كاش، يعني عشان تشتري مصانع جديدة أو توظف ناس جديدة مش دايما بيدفعوا فلوس، أوقات بيدفعوا أسهم. يعني مثلا لو شركة ميتا عاوزة تشتري شركة تانية صغيرة ثمنها 10 مليون دولار، فهم ممكن يدفعوا جزء من المبلغ ده على شكل أسهم وبقيمتها وقت البيع. يعني مثلا وقت تصوير الفيديو ده سعر سهم ميتا 588 دولار، فهم ممكن يدفعوا نص ال10 مليون دول كاش، والنص التاني يدفعوهم عبارة عن أسهم، واللي هيكونوا 8503 سهم في شركة ميتا. يعني شركات كتير بتتعامل مع الأسهم بتاعتها دي كوسيلة للدفع، وده معناه ان مش المستثمرين الافراد بس اللي يقدروا يشتروا في البورصه، يعني في كمان شركات تانية بتحط فلوسها في اسهم شركات موجوده في البورصه وتكسب من وراها. في مؤسسات ماليه زي البنوك تقدر تشتري في البورصه، في شركات تامين، في مؤسسات بتعمل صناديق استثمار زي مؤسسه سي اي كابيتال اللي عامله صندوق استثماري اسمه سي اي 30، وده اللي بيستثمر في اكبر 30 شركه في مصر. والمؤسسات دي بتدخل السوق بقى بمبالغ كبيره جدا، بتشتري كميات ضخمه من الاسهم. يعني انا كفرد كل اللي اقدر اشتريه مثلا في شركه 100 سهم، الصناديق دي بتشتري مئات الالاف وملايين الاسهم. في العموم رغم ان ناس كتير فاكره ان البورصه دي نوع من انواع القمار او سمعت الجمله بتاعت انا خسرت كل فلوسي في البورصه، في الحقيقه هي زيها زي اي سوق تاني. يعني في السوق العادي انت ممكن تلاقي الطماطم سعرها زاد فجاه، ده ملهوش علاقه بالقمار، ده عرض وطلب عادي. الفكره انت بتتعامل مع السوق ده ازاي. يعني انت لو بتشتري اسهم عشوائيه لاي شركه، سمعت ان في حد بيقول ان السهم بتاعها هيطلع وانت عاوز تشتري النهارده وتبيع بكره وتستفيد بفرق السعر ده، فده كده اسمه مضاربه، وده النوع الوحش من البورصه، هيخسرك فلوس كتير. ولو عاوز تعرف عن المضاربه دي تفاصيل اكتر فشوف الفيديو اللي هنا ده، وانا هسيب لك اللينك بتاعه في الديسكربشن. بس خلينا في المهم دلوقتي، انت لما بتشتري اسهم في شركات كبيره وقويه وبتسيبها مده، فده كده اسمه استثمار. يعني رغم ان المضاربه والاستثمار الاثنين شبه بعض والاثنين بتتعامل فيهم في سوق البورصه، بس في الحقيقه الاثنين مختلفين جدا عن بعض. وده هيدخلنا على المرحله الثانيه، ازاي تكسب او تخسر فلوسك في البورصه. فاكر لما قررت تعرض 20% من ملكية الشركة للعامة عشان يشتروها عن طريق الطرح العام الأولي، لما قلت لك بفرض إن شركتك قيمتها 100,000 وهيتقسموا 100,000 سهم وكده السهم سعره جنيه؟ يعني أنا افترضت ده، بس مين اللي حدد إن شركتك قيمتها 100,000 وسعر السهم جنيه؟ أولا لازم تعرف إن ده مش راس المال اللي أنت حطيته في الشركة، ولا أنت ولا الشركة بتحددوا قيمتها. اللي بيحصل هنا إن قبل الطرح بيتم تقييم الوضع المالي للشركة، وبعدها بيتحدد لها سعر تبدأ بيه، أو يعني بيكون رينج كده من الأسعار. في مصر مثلا اللي بيحدد قيمة الشركات بيكون مستشار مالي، بنك استثماري، وطبعا الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر. في بورصة أمريكا اللي بيحدد قيمة الشركات فيها بتكون بنوك استثمارية زي مورجان ستانلي أو جولدمان ساكس. طيب بعد ما شركتك اتطرحت في البورصة وجمعت فلوس من المستثمرين عشان تكبر، دلوقتي أنا وباقي المستثمرين اللي اشترينا الأسهم معاك بنكسب ازاي؟ دي بقى حاجة مش الكل عارفها عن البورصة، لأن في الحقيقة في طريقتين المستثمرين بيكسبوا منهم فلوس، مش طريقة واحدة زي ما الناس متخيلة. يعني الطريقة الأولى واللي طبعا منتشرة في كل الشركات
الشركات هي ان سعر السهم يزيد. لما انا ابيع الاسهم بتاعتي واخد المكسب ده كده اسمه الكابيتال جين. يعني انا اشتريت منك 200 سهم وعدى سنه وسعر السهم زاد، وبالتالي فلوسي انا والمستثمرين زادت. يعني ايه اصلا فلوسي زادت؟ يعني الفلوس الزياده دي مصدرها جاي منين؟ مش الشركه اللي بتدفع الفلوس دي، لا، ده قيمه الشركه زادت في السوق بسبب مثلا ان المبيعات زادت وارباح الشركه زادت، فده خلى سعر السهم يزيد. وبما اننا دلوقتي في السكندري ماركت، انا كمستثمر مستعد ابيع وفي مستثمر تاني مستعد يشتري، فالفلوس الزياده دي هتيجي من المستثمر الجديد. يعني المستثمر اللي مستعد يشتري بضعف السعر ده، انا هستلم منه الفلوس وهو هيستلم مني الاسهم او ملكيتي في الشركه. الطريقه الثانيه اللي المستثمرين بيكسبوا منها فلوس واللي مش الكل عارفها حاجه اسمها الديفيدنس او توزيع الارباح. وفي الحاله دي شركتك هي اللي بتدفع لي انا وباقي المستثمرين فلوس، وهشرح لك الموضوع ده بيحصل ازاي. من سنه انا اشتريت منك 200 سهم، ودلوقتي سعر السهم ده اتضاعف وصل 2 جنيه، فانا بدل ما ابيع انا قررت هحتفظ بالاسهم بتاعتي. خلال السنه دي الشركه كبرت وحققت ارباح اكتر من خلال المبيعات الاكتر. ارباح المبيعات دي بقى الشركه بتقرر انها توزعها عليا انا وباقي المستثمرين. يعني دي ارباح ملهاش اي علاقه بزياده سعر السهم، دي فلوس الشركه بتديها لنا. وانت ممكن تستغرب ليه الشركه بتوزع فلوس على الناس بدون داعي. الإجابة ببساطة إنه له داعي عادي. يعني تخيل إن الشركة بتاعتك دي لو هي من البداية كانت بتاعتك أنت وواحد صاحبك، كل واحد فيكم مشارك بالنص، فده معناه إن الشركة لما يجي لها أرباح برضو الأرباح دي هتتقسم بالنص. وده نفس اللي بيحصل في البورصة. أنا لما اشتريت منك 200 سهم أنا ليا كده جزء من ملكية الشركة دي، هي ما بقتش بتاعتك لوحدك، أنا وباقي المستثمرين يعتبر شركاء أو ملاك في الشركة دي. يعني برغم إن أنا معايا 2/10% في ملكية الشركة، وده رقم صغير جدا، بس أنا ما زلت اسمي من ملاك الشركة، وبالتالي الأرباح بتتوزع على الملاك بنفس نسبة ملكيتهم للشركة. يعني هي مش مكافأة عشان أنا استثمرت معاك أو قررت أحتفظ بالأسهم، ده حقي. وأنت ممكن تسأل طيب طالما المستثمرين دول من ملاك الشركة، ليه مش كل الشركات بتوزع أرباح على المستثمرين؟ لأن أولا معظم الشركات دي بتستغل الأرباح في إنها تحقق منها أرباح أكتر. يعني ليه توزع الفلوس دي على المستثمرين في حين إن أنت ممكن تزود الإنتاج وتتوسع وتوصل لدول ومناطق أكتر؟ يعني باختصار الشركات بيستخدموا فلوس الأرباح دي في نفس الأسباب اللي خلتهم يعرضوا جزء من ملكية الشركة في البيع في البورصة من الأساس. وممكن يستغلوا الأرباح دي في إنهم يشتروا أسهم في الشركات بتاعتهم تاني. يعني ال20,000 سهم اللي أنت عرضتهم للبيع في البورصة، أنت ممكن ترجع تشتري منهم تاني بعد فترة ويرجعوا تحت ملكيتك أنت. شركة أبل مثلا بتعمل الموضوع ده، بتشتري أسهم في شركتها. وطبعا في النهاية كل ده بيعود على المستثمرين، إن سعر السهم بيزيد وبالتالي أرباح المستثمرين بتزيد. طيب أنا كده لخبطتك. يعني طالما الشركات تقدر تستغل أرباح المبيعات دي في إنها تتوسع أكتر، ليه بقى في شركات بتوزع الفلوس دي على الناس ما تستغلها وتتوسع أكتر؟ وهنا لازم تفهم إن مش كل الشركات بتختار إنها تتوسع. يعني لو في شركة موجودة في السوق بقالها 5 سنين بس، فدي كده قدامها الفرصة إن هي تكبر وتجيب مصانع جديدة تزود إنتاجها، في قدامها فرصة. هي أصلا بقالها في السوق 5 سنين على بعض. بس شركة مثلا في حجم شركة كوكاكولا اللي موجودة في السوق بقالها أكتر من 130 سنة، لو بنت مصانع جديدة ووظفت ناس أكتر وزودت الإنتاج، ده مش بالضرورة معناه إن هي هتحقق أرباح أكتر. يعني هي لو عملت كده ده مش هيجيب لها العائد اللي يستحق إنها تصرف فيه فلوس، لأن ببساطة الشركة كبيرة، مصانعها في العالم كله، مبيعاتها في العالم كله، أي زيادة في الإنتاج مش هيكون معناه زيادة في الأرباح. هي أصلا إنتاجها الحالي كافي وبيوصل للعالم كله، ليه تزوده؟ فبالتالي هي من الشركات اللي بتوزع أرباح على المستثمرين. وشركات تانية من الشركات الكبيرة زي جوجل ومايكروسوفت وميتا برضو بيعملوا نفس الحاجة. طيب أنا من أول الفيديو بكلمك عن شركتك والأسهم بتاعتها، بس زي ما قلت لك البورصة فيها شركات كتير تانية غيرك، وفيها شركات كبيرة وضخمة لدرجة إن هي اللي شايلة اقتصاد البلد. وده كده هينقلنا على حاجة تانية في البورصة اسمها الاندكس فاند. الاندكس ده أو المؤشر دي طريقة بيتقاس بيها أداء مجموعة شركات مع بعض. يعني في مؤشر في البورصة المصرية اسمه الاي جي اكس 30، ده بيقيس أكبر 30 شركة في مصر. في مؤشر تاني في البورصة الأمريكية اسمه الاس ان بي 500، ده بيقيس أكبر 500 شركة في أمريكا، واللي بيشمل شركات زي أبل، مايكروسوفت، أمازون، ميتا، جوجل، و495 شركة تانية غيرهم. بس المهم إن المؤشر ده بيقيس أدائهم كلهم مجمعين. يعني مثلا لو شركة جوجل زادت 2% وقدامها شركة أبل نزلت 0.5%، فكده المؤشر بيجيب إن هو زاد 1.5%. ده طبعا مش مثال واقعي، بس أنا بوضح لك إزاي بيجمعوهم مع بعض في مؤشر واحد. طيب ده كده الاندكس. إيه هو بقى الاندكس فاند أو صناديق المؤشرات؟ دي صناديق استثمارية بتتبع مؤشر معين. يعني تخيل إن أنت عاوز تستثمر في أكتر من شركة من اللي موجودين في مؤشر الاس ان بي 500، فبدل ما تشتري أسهم 500 شركة كل شركة لوحدها، واللي طبعا هتحتاج منك مبلغ كبير جدا عشان على الأقل تشتري سهم واحد في كل شركة منهم، فأنت ممكن تحط فلوسك في صندوق استثماري بيجمع فلوسك أنت ومستثمرين تانيين
والصندوق ده هو اللي بيوزع الفلوس على الشركات اللي موجودة في المؤشر. يعني انت بتحط فلوسك في الصندوق، والصندوق بيشتري مجموعة كبيرة من الأسهم في شركات مختلفة، وفي الآخر انت مش بتملك الأسهم دي، انت بتملك جزء من الصندوق ده. فلو أداء الشركات الموجودة في المؤشر دي بشكل عام اتحسن أو سعر الأسهم بتاعها زادت، فانت فلوسك بتزيد بنفس النسبة اللي المؤشر بيوصل لها. وطبعا لو المؤشر خسر فانت برضو فلوسك بتخسر بنفس النسبة اللي المؤشر بيخسرها. وفي بقى حاجة معظم الناس بتتلخبط فيها، المؤشر نفسه مش بيتشرى. يعني ما ينفعش تقول ان انت شاري في الاي جي اكس 30 او في الاس ان بي 500، ده مؤشر، ده مش حاجه بتتشرى، لكن بتشتري في الشركات اللي موجوده جوه المؤشر ده. وعموما عشان تفهم الفرق اكتر بين الاسهم وصناديق الاستثمار، خليني احطهم لك في مقارنه سريعه. دلوقتي انت معاك مبلغ 10000 جنيه عاوز تستثمره، فانت قدامك اختيارين. الاختيار الاول ان انت تحط ال 10000 جنيه كلهم في شركه واحده. انت بحثت ولقيت ان سهم شركه المصريه للاتصالات مثلا كويس، فحطيت ال 10000 فيهم كلهم. كده اداء استثمارك متوقف على المصريه للاتصالات بس. يعني لو سعر السهم بتاعها زاد 5% انت كده كسبت 5%، لو سعر السهم بتاعها قل 10% انت خسرت 10%. طيب الاختيار الثاني انك مش قادر تحدد شركه معينه تشتري فيها، مش عارف ايه الشركه اللي هيكون ادائها كويس، وبصراحه كده المبلغ صغير على ان انت تقسمه على اكتر من شركه، فقررت ان انت تحط المبلغ ده في صندوق استثماري بيتبع مؤشر الاي جي اكس 30. فانت بدل ما تختار المصريه للاتصالات بس، انت اشتريت في الصندوق، والصندوق ده بيستثمر في شركات كتير، منهم المصريه للاتصالات، طلعت مصطفى، بنك السي اي بي، وشركات غيرهم. فكده فلوسك انت وكل المستثمرين اللي معاك في الصندوق بتتوزع على الشركات. فبفرض مثلا ان المصريه للاتصالات نزل 5%، لكن طلعت مصطفى زاد 10%، فانت كده ما تاثرتش بنزول المصريه للاتصالات، انت ما زلت كسبت في المجمل 5%. وهي دي الفكره الاساسيه من الصناديق. لو في شركه معينه ادائها ما كانش كويس في البورصه، فده مش معناه بالضروره انك تخسر فلوس، لا، ممكن تفضل تكسب عادي من باقي الشركات التانية. لحد هنا أنا كنت بتكلم عن الشركات الكبيرة اللي قايم عليها اقتصاد الدولة، والصناديق الاستثمار اللي بتستثمر في الشركات الكبيره اللي قايم عليها اقتصاد الدوله. بس عشان ما حدش يضحك عليك، انت لازم تاخد بالك من حاجتين. الحاجه الاولى انك لما بتشتري في الشركات الكبيره دي او صناديق الاستثمار اللي بتتبع مؤشرات، فانت بتشتري في حاجه كبيره واقتصادها قوي، مستحيل انك تخسر كل فلوسك بسببها. يعني شركه بحجم جوجل او ابل صعب تختفي في يوم، وده اللي بيخلي الاستثمار في الشركات الكبيره دي امن من الاستثمار في الشركات الصغيره. يعني ممكن مكسبك فيها يكون بسيط، بس خسارتك في نفس الوقت هتكون بسيطه. تاني حاجه بقى لازم تاخد بالك منها، ان مش كل الشركات المتاحه في البورصه شركات كبيره بحجم ابل او امازون، لا، في نوع تاني من الشركات اسمه البيني ستوكس، وده بقى النوع الاخطر من البورصه واللي ناس كتير خسروا فلوسهم فيه، ودي من الحاجات اللي مخليه سمعه البورصه وحشه بالمناسبه. يعني ايه هي البيني ستوكس دي؟ دي اسهم شركات في البورصه سعرها رخيص جدا، عشان كده اسمها بني. البني ده في الدولار ما يعادل القرش في الجنيه المصري. طيب ليه التداول في الشركات الصغيره او الرخيصه دي بيكون خطير؟ لان الشركه نفسها ممكن تكون ضعيفه، ايراداتها قليله، عليها ديون، مستقبلها مش واضح اصلا. يعني لو تفتكر سبب دخولها في البورصه كان انها تجمع فلوس. يعني لو رجعنا لنفس السيناريو اللي احنا بدأنا بيه، شركتك بتاعه الالكترونيات دي لما عرضت 20,000 سهم للبيع، كان سعر السهم جنيه، وده سعر رخيص جدا في البورصه. قيمه شركتك كلها على بعضها كانت 100,000 جنيه بس. وده هينقلنا لتاني سبب بيخلي الشركات دي خطيره. يعني انا تجاهلت كل العلامات الخطر وقررت استثمر في الشركه بتاعتك واشتريت فيها 200 سهم، السهم سعره زاد من جنيه ل 2 جنيه، وانا كده حققت مكسب 100%. ده ربح عالي جدا، وده اصلا اللي بيخلي الناس تستثمر في الشركات الصغيره دي، انهم ممكن يحققوا مكاسب عاليه وبسرعه، وهي دي المضاربه. بس زي ما السعر زاد بشكل عنيف، ممكن برضو ينزل بشكل عنيف. يعني ممكن سعر السهم بتاع شركتك ده ينزل لنص جنيه وابقى انا كده خسرت 50% من فلوسي، وممكن ينزل ل 10 قروش وابقى انا كده خسرت 90% من فلوسي. فاللي لازم تفهمه ان الشركات الصغيره دي زي ما المكسب فيها بيكون ضخم جدا، الخساره فيها بتكون ضخمه جدا. ثالث سبب بقى ان عدد المشترين والبايعين بيكون قليل. يعني انت اصلا كل اللي عرضته كانوا 20,000 سهم، انا لوحدي اشتريت 200 منهم، فده معناه ان عدد الناس اللي اشترت كان قليل. ممكن لما نيجي نبيع ما نلاقيش حد مستعد يشتري، وده هيخلينا نضطر نقلل من السعر عشان نبيع، وبالتالي هنضطر نخسر. على عكس الاسهم في الشركات الكبيره اللي دايما فيها سيوله بسبب ان فيها عدد ضخم من الاسهم، عدد ضخم من اللي بيبيعوا واللي بيشتروا، لان انا مش داخله لوحدي، او المستثمرين الافراد مش داخلين لوحدهم، في مؤسسات ماليه زي البنوك، في شركات كبيره، في شركات تامين، في
سيولة كبيرة في الفلوس تسمح بسهولة في البيع والشراء. رابع سبب بيخلي الشركات دي خطر إن التلاعب في سعر السهم بتاعها سهل جدا. يعني انت لما عرضت 20,000 سهم للبيع، في مجموعة كبيرة من المستثمرين الأفراد اشتروا كمية كبيرة من الأسهم دي، وده خلى السعر يطلع، وبدأوا ينشروا كلام على السوشيال ميديا مثلا إن دي فرصة مش هتتعوض، واشتروا السهم ده بسرعة، ده هيطلع أكتر، وده خلى ناس أكتر تحاول تشتري الأسهم، وزود الطلب على الأسهم، فسعر السهم زاد. وهنا بيحصل حاجة معروفة قوي في المضاربة اسمها البامب اند دمب، معناها إن المجموعة اللي اشترت في الأول وقعدت تقنع الناس التانية إنهم يشتروا دول، كان هدفهم إن الطلب على السهم يزيد، وبالتالي سعر السهم يزيد، وده كده اسمه البامب. المجموعة دول بقى كانوا أول ناس بيبيعوا السهم بالسعر العالي ويحققوا منه مكاسب، وطبعا الناس اللي دخلت في الآخر هم اللي شالوا الخسارة لوحدهم، وده كده اسمه الدمب. والمضاربة عموما دي ليها طرق كتير وأشكال كتير، وابقى شوف الفيديو اللي أنا شرحت فيه عن المضاربة، بس خلينا في المهم. طالما الشركات دي خطر كده، ليه في ناس بتشتري أسهم في الشركات دي؟ لأن زي ما قلت لك فرصة المكسب فيها مغرية جدا، انت ممكن تعمل أضعاف فلوسك دي بسهولة وفي وقت سريع جدا. وكمان في ناس كتير عندها تخوف من ضياع الفرصة. يعني لو تعرف مشروب الطاقة مونستر انرجي، الشركة دي وقت ما اتطرحت في البورصة كانت من البني ستوكس، سعر السهم فيها كان أقل بكتير من $1، ولحد وقت تصوير الفيديو ده سعر السهم دلوقتي $93. يعني انت لو كنت اشتريت فيها وقت ما كانت في البني ستوكس، شوف انت كان زمان معاك كام. او تخيل انت كان قدامك الفرصة انك تشتري اسهم لشركة ابل او امازون وقت ما اتطرحوا في البورصة. طبعا هم ما كانوش من البني ستوكس ولا حاجه، ده سعر السهم فيهم كان بادئ $20، بس تخيل يعني انك كنت تقدر تشتري السهم فيهم وقت ما اتطرحوا. سعر السهم دلوقتي عدى $250. لو كانت في ايدك الفرصه دي ما اعتقدش انك كنت هتفوتها. وفي العموم يعني سواء الشركه دي كانت كبيره او صغيره، اوقات الانسان بيبقى متفائل بنفسه زياده عن اللازم، ويفتكر انه هيقدر يختار السهم الصح في الوقت الصح اللي هيضاعف له كل فلوسه. بس في الحقيقه الموضوع ده صعب جدا انك تعمله، لان عشان تتوقع الشركه اللي سهمها هيزيد الفتره الجايه، ففي طريقتين بتتوقع فيهم حركه السهم، اسمهم التحليل الاساسي والتحليل الفني. وهتلاقي ناس كتير بتدي فيهم كورسات اونلاين، وناس كتير بتدي توصيات عشان تشتري في البورصه، تشتري في شركات معينه، وهتلاقي ناس مكتوب على البروفايل بتاعها ان هم بيدوا توصيات مبنيه على التحليل الفني. فعشان محدش يضحك عليك، خليك عارف الاتنين دول اصلا معناهم ايه. الطريقه الاولى واللي هي التحليل الاساسي بتكون مبنيه على سؤال: هل الشركه دي ليها قيمه ماديه فعلا في السوق ولا لا؟ انت هنا ما بتبصش على سعر السهم، انت بتبص على الشركه نفسها، وبتسال اسئله زي الشركه دي بتحقق ارباح كام سنوي وربع سنوي؟ هل العائد بتاع مبيعاتها بيزيد ولا بيقل مع الوقت؟ حجم الديون بتاعها كام؟ واخدين قروض قد ايه؟ اسم البراند بتاعها قوي ومعروف ولا لا؟ وضعها في السوق بين المنافسين قوي ولا لا؟ الاخبار اللي موجوده عن الشركه دي كويسه وبتدل انها مستقره ولا لا؟ واسئله تانية كتير اجاباتها بتكون نظريه وملهاش علاقه بتحركات سعر السهم. والناس بقى اللي بتعمل التحليل الاساسي ده بيكون عشان مش دايما قيمه سعر السهم بتكون متناسبه مع قيمه الشركه نفسها. وخلينا احكي لك قصه مشهوره قوي في البورصه حصلت في 2021. هي قصه طويله شويه بس محتاج تركز فيها عشان تفهم اللي حصل. كان في شركه اسمها جيم ستوب، دي شركه بتبيع العاب فيديو واجهزه العاب الفيديو زي البلاي ستيشن، الاكس بوكس، الوي، الحاجات دي. بس في 2021 الشركه كبزنس كانت بتقابل مشكله كبيره جدا، وهي ان معظم الناس اتجهت للالعاب الاونلاين، فما بقوش يحققوا مبيعات من المحلات بتاعتها زي زمان، وبالتالي في نظر التحليل الاساسي هي بتخسر ومبيعاتها بتقل، فالمفروض والمنطقي ان سعر السهم بتاعها يقل. وهنا بيدخل العنصر الاول في القصه. في صناديق استثماريه اسمها صناديق التحوط. الصناديق دي بتكون متاحه للمستثمرين الاغنياء بس، والمؤسسات اللي بتدخل بفلوس كتيره بيدفعوا ملايين ومليارات، مش متاحه للمستثمرين الافراد. المهم الصناديق دي عملت حاجه اسمها الشورت سيلينج، والشورت سيلينج ده معناه انك بتستلف اسهم لشركه معينه من حد، بتستلفها مش بتشتريها. خلينا نقول ان سعر السهم وقت ما انت استلفته كان $20 وانت استلفت منهم 100 سهم. اللي بيحصل في الشورت سيلينج ده بقى انك بتبيع ال100 سهم دول مجرد ما تستلفهم. هما كان السهم ب$20 فانت بعت 100 سهم بقى معاك $2000. بس خلي بالك انت مش عليك $2000 للي استلفت منه، انت عليك له 100 سهم لازم ترجعهم له 100 سهم برضو. المهم دلوقتي سعر السهم ده نزل ووصل $10، فانت عشان عليك 100 سهم رجعت اشتريت ال100 سهم دول تاني ترجعهم بقى للي استلفته منهم، وانت كده دفعت ثمنهم $1000 ومكسبك كان $1000. كده انت رجعت ال100 سهم اللي انت استلفتهم ومفيش عليك حاجه. وده بالظبط اللي صناديق التحوط دي بتعمله، بس طبعا بتعمله بمبالغ ضخمه وبعدد اسهم كبير. اللي لازم يكون معلومه ثابته عندك ان الشورت سيلينج ده لما بتعمله لازم تاني ترجع تشتري الاسهم عشان ترجعها للي استلفتهم منه. باختصار يعني اللي حصل ان صناديق التحوط دي راهنت على نزول سعر سهم شركه جيم ستوب، وسعر السهم المفروض ينزل فعلا. الشركه كبزنس اصلا بتخسر، المفروض
المفروض ينزل. وهنا بقى بيدخل العنصر الثاني في القصه، وده يعني عنصر لطيف قوي. في مجموعه من المستثمرين الافراد، تقريبا مئات الالاف يعني من المستثمرين الافراد، كانوا عاملين جروب مع بعض كده كلهم على ريدت، وخدوا بالهم من حاجه مهمه قوي، ان الاغنياء دول او صناديق التحوط دي راهنت على نزول سعر سهم شركة جيم ستوب ده بصورة كبيرة جدا تخلي السهم ينزل للأرض فعلا. فالعدد ده من المستثمرين الأفراد كلهم اتفقوا مع بعض إنهم يشتروا أسهم الشركة دي بكميات كبيرة جدا، وكلهم يشتروها في نفس الوقت، فيعملوا حاجة اسمها الشورت سكويز. الشورت سكويز ده معناه بمثال بسيط دلوقتي إن صناديق التحوط دي راهنت إن سعر سهم الشركة دي هينزل من $20 ل $10 مثلا، بس اللي حصل طبعا كان العكس. سعر السهم بدأ يزيد، من 20 بقى 30، من 30 بقى 40، من 40 بقى 100، وال100 بقت 200، قاعد بيزيد أكتر وأكتر. وده بيخلي صناديق التحوط دي تخسر فلوس كتيرة جدا، لأن أنا قلت لك الأساسي في الشورت سيلينج ده إنهم يرجعوا يشتروا الأسهم تاني عشان يرجعوها للي استلفوها منهم. فدلوقتي صناديق التحوط دي باعت السهم وهو $20، ودلوقتي مضطرين يشتروه بسعر $100، مبالغ ضخمة جدا. وزي ما قلت لك هم لازم يشتروا نفس عدد الأسهم اللي استلفوها عشان يعني على الأقل يقفلوا الصفقة ويوقفوا الخسارة دي. النتيجة بقى لكل ده كانت إيه؟ المستثمرين الأفراد زودوا الطلب على سعر السهم، فسعر السهم زاد. الشورت سيلرز اللي هو صناديق التحوط دي بدأت تخاف، لازم يشتروا نفس عدد الأسهم تاني، فهم كمان زودوا طلبات الشراء على السهم، فسعر السهم زاد اكتر، لان هم مضطرين يشتروا عشان خايفين يخسروا، فالطلب زاد اكتر فسعر السهم زاد اكتر، وهكذا. فضلت الدايره دي بقى كده شغاله ومحدش عارف نهايتها فين. وده اللي حصل مع شركه جيم ستوب. في شهر يناير سنه 2021 سعر السهم كان $17. في يوم 28 يناير من نفس السنة سعر السهم وصل $480. يعني سعر السهم زاد أكتر من 2700% في أقل من شهر. وهنا دخل العنصر الثالث من القصة، ودول كانوا شركات الوسيط زي روبن هود. شركة الوسيط دي بتكون شركة بين الأفراد والبورصة عشان يسهلوا الاستثمار، حاجة كده شبه ثاندر وتيلدا في مصر. لما سعر السهم زاد بشكل جنوني كده حطوا قيود على الأفراد يمنعوهم من انهم يشتروا اسهم اكتر في الشركه دي، فده معناه ان الطلب على الاسهم وقف. ومن هنا بقى بدا الانهيار. الجروب الكبير من الافراد ده اللي كانوا عاملين جروب على ريدت بداوا بيبيعوا طبعا بالسعر العالي ويحققوا منه ارباح كبيره. وطبعا صناديق التحوط مضطره ان هي تفضل محتفظه بالاسهم، لان زي ما قلت لك هم مستلفينها لازم يرجعوها. فطبعا المستثمرين الافراد حققوا مكاسب كبيره، وطبعا صناديق التحوط خسروا مبالغ ضخمه. العبره من القصه دي ان الاسهم ممكن سعرها يزيد او يقل باسباب ملهاش اي علاقه بنجاح الشركه او فشلها، وده اللي بيتبني عليه التحليل الاساسي. يعني برغم ان التحليل ده توقع ان الشركه دي سعر سهمها ينزل لان هي كبزنس بتخسر، بس التوقع ده ممكن يطلع صح وممكن يطلع غلط، هي في الاول وفي الاخر اسمها توقعات. الطريقه الثانيه من التحليل بقى اسمها التحليل الفني، والطريقه دي بتركز اكتر على سعر السهم. يعني بيدرسوا فيها تحركات السهم دي في الماضي عشان يقدروا يتوقعوا منها هيعمل ايه في المستقبل. بيدرسوا فيها الجداول البيانيه وبيحددوا الانماط، وخليني اشرحها لك بمثال بسيط وسريع. لو في سهم سعره بيتحرك بالشكل ده، السهم سعره بدا ب 100 جنيه وبعدين طلع ل 105، وبعدها نزل ل 103، وبعدها طلع ل 110، وبعدها نزل ل108، وبعدها طلع ل115. فمن الشكل اللي بيترسم ده واضح ان الاتجاه العام للسهم هو الطلوع، لان كل مره السهم بيطلع فيها بيعدي القمه اللي قبلها، ولما بينزل ما بينزلش للقاع، ما بينزلش لسعر ال100 جنيه، لا، يعني القاع الجديد بيكون اعلى من القاع الاول. طيب لو سعر السهم بدا ب 120 جنيه وبعدها نزل ل 115، وبعدها طلع ل 117، وبعدها نزل ل 110، وبعدها طلع ل 112، وبعدها نزل تاني ل 105. يعني برغم ان سعر السهم ده بيطلع وينزل، لكن الاتجاه العام لسعر السهم هو النزول، لان كل مره نزل فيها كان القاع بتاعه اقل من القاع اللي قبله. وطبعا لما كان بيطلع ما كانش بيقدر يوصل لنقطة البداية اللي هي ال 120 جنيه. عموما زي ما واضح قدامك كده، حركة السهم في الطلوع والنزول دي بينتج عنها أشكال كتيرة قوي. فاللي بيعمل تحليل فني ده بقى بيحاول يدور على نمط متكرر. يعني مثلا في الشكل الأول ده هو لقى إنه كل ما بيشوف الشكل ده السهم بعدها بيطلع بسرعة جدا، ونفس الكلام على الشكل التاني، لما الشكل ده بيتكرر هو بيتوقع إن بعدها السعر بينزل جدا. في الحالتين التوقع ده ممكن يطلع صح وممكن يطلع غلط. في الأول وفي الآخر هي توقعات مش معلومات أكيدة. من أول الفيديو ده وأنا بكلمك عن البورصة والمكسب اللي بيجي من وراها، يعني كل اللي أنا قلته ده كان عبارة عن الوجه الحسن من البورصة. بس أنت طالما شفت الفيديو ده ووصلت للنقطة دي من الفيديو، فأنت أكيد سمعت عن اللي حصل في الأزمة العالمية في 2008 ده، إن ما كنتش حضرتها يعني، أو اللي حصل في 2020 سنة الكورونا. وده هيدخلنا على المرحلة الثالثة، وهي انهيار البورصة واقتصاد الدولة.
فاكر لما قلت لك ان في مؤشر اسمه S&P 500 في بورصة امريكا اللي بيقيس اداء اكبر 500 شركة في امريكا؟ ده معناه ان اكبر 500 شركة في امريكا دول اللي شايلين معظم اقتصاد امريكا. عشان تفهم ازاي البورصة او الاقتصاد بينهار، فانا هحكي لك عن اشهر مرتين البورصة أو المؤشر ده انهار فيهم. أول أزمة كانت الأزمة المالية العالمية سنة 2008. في بداية الألفينات سوق العقارات في أمريكا كان مزدهر جدا، الكل بيحاول يحقق الحلم الأمريكي طبعا بأنه يشتري بيت. أسعار البيوت كانت بتزيد طبعا لأن الطلب عليها عالي، وده خلى الناس تفتكر أن الأسعار هتفضل تزيد أكتر وأكتر كل سنة، عمرها ما هتنزل. ناس كتير ما كانش معاها تمن البيت ده، فكانوا بياخدوا قروض عشان يشتروا بيوت. وبصراحة البنوك ما سكتتش، يعني كانوا بيدوا قروض لأي حد معدي من قدامهم حتى لو مش مضمون انه يقدر يسدد القروض دي. القروض بقت اسهل، الطلب على العقارات بيزيد، البيت اللي انت هتشتريه دلوقتي ب 200,000 دولار كمان كام شهر هيبقى ب 250,000 دولار. وهنا بقى في ناس بدأت تستنصح وتشتري بيوت غير سكنية، بقوا بياخدوا قرض واثنين وثلاثة عشان يشتروا بيوت أكتر ويبيعوها ويكسبوا من فرق السعر. وده طبعا خلى الطلب على البيوت يزيد أكتر وأسعار العقارات تزيد أكتر وأكتر، الناس أكتر تاخد قروض وتشتري بيوت وهكذا. إيه بقى اللي كسر الحلقة دي؟ خلينا نقول إن الناس اللي تقدر تاخد قروض عشان تشتري بيوت خلصوا خلاص، والناس اللي معاها أكتر من بيت عاوزين يبيعوا، بس خلاص ما عادش حد قادر ياخد قروض ويشتري، فبالتالي الطلب قل، أسعار البيوت قلت، فطبعا الناس بقت تخاف أكتر، فبقت تعرض بيوت أكتر للبيع، وده خلى سعر البيوت تقل أكتر. شايف هو الموضوع بسيط، عرض وطلب. عموما ناس كتير من اللي خدوا قروض دي طبعا تعثروا في السداد، والبنوك او المؤسسات الماليه بدات تحجز على البيوت. وطبعا البنوك مش عاوزه بيوت، البنوك عاوزه فلوس، فبتعرض البيوت دي للبيع، بس طبعا الطلب قل واسعار البيوت دي بقت بتقل. يعني البنوك كانت بتسلف الناس فلوس وفي الاخر تحجز على البيت وما تعرفش تعمل بيه حاجه ولا ترجع فلوسها. ايه علاقه كل اللي حصل ده بقى بالبورصه؟ يعني انا لو كنت شاريه سهم في شركه ابل، انا مالي بسوق العقارات وبخسر معاهم ليه؟ لان لما الازمه بدات تكبر والناس كتير بتتعثر في السداد، البنوك والمؤسسات الماليه اللي معاها اوراق مرتبطه بالقروض دي خسرت طبعا مبالغ ضخمه. وفي مؤسسه ماليه كبيره كان اسمها ليمان براذرز، دول اعلنوا افلاسهم. فطبعا باقي المؤسسات الماليه التانية لما شافوا ده حصل خافوا ومحتاجين فلوس سيوله، فبداوا يبيعوا الاسهم. ده طبعا عشان يبقى معاهم فلوس وما يعلنوش افلاسهم، بس طبعا لما باعوا الاسهم ده خلى سعر الاسهم تنزل والبورصه كلها تنزل. وطبعا عملوا حاجه تانية، وهي ان البنوك صعبوا موضوع ان حد ياخد قرض. يعني بعد اللي حصل ده اكيد القروض ما بقتش بنفس السهوله، وده خلى الشركات بقى اللي هي المفروض تاخد قروض عشان تكبر من الشركه ما بقتش عارفه تاخد قروض. فالشركات عملوا ايه؟ قللوا اعداد الموظفين عشان يوفروا فلوس، ده طبعا زود البطاله. فاحنا دلوقتي معانا ناس كتير متعثره في السداد، ناس كتير ما عندهاش وظيفه اصلا، فبديهي جدا ان الصرف في الفلوس والاستهلاك يقل، وبالتالي ده بيقلل من مبيعات الشركات وبيقلل من ارباحها، فسعر السهم بينزل اكتر، وهنا حصل الانهيار. مؤشر ال S&P 500 خسر 57% من قيمته. يعني انت لو كنت حاطط فيه 10,000 دولار انت كده بقى معاك تقريبا 4,300 دولار بس. المؤشر طبعا فضل في انهيار، وصل للقاع في شهر مارس 2009، وبعدها بدأ يتعافى. فلو انت كنت من الناس اللي فضلت متمسك بالاسهم وما بعتش، كنت هتقدر تعوض الخسارة دي على امتى تقريبا؟ كنت هتعوضها في 2013، يعني بعد 5 سنين من الأزمة. يعني بعد 5 سنين انت هتوصل للمبلغ اللي انت بدأت بيه اللي هو ال 10,000 دولار بتوعك. لكن لو كنت بعت وقتها فانت طبعا كنت خلاص خسرت فلوسك ومش باقي معاك غير ال 4,300 دولار دول. عموما من بعدها البورصة الحمد لله تعافت وفضلت في ازدهار لحد ما وصلنا لتاني انهيار للبورصة، وهو اللي حصل في سنة الكورونا 2020. القصة دي انت عارفها كويس. في بداية 2020 في فيروس انتشر من الصين للعالم كله اسمه كورونا. العالم كله قفل، الخروج بقى ممنوع، الشغل من البيت، السياحة والطيران وقفوا تماما. الاقتصاد في الدول كلها بدأ يتأثر، الناس طبعا كلها خافت على فلوسها، فأول حاجة عملتها ان هي تبيع الأسهم وتاخد فلوسها تحطها جنبها، وده خلى البورصة تنهار. تسلسل منطقي للأحداث. مؤشر ال S&P 500 خسر 34% من قيمته في شهر واحد بس. يعني انت لو كنت استثمرت 10,000 دولار كان زمان معاك 6,600 دولار بعد الأزمة دي. بس عارف بقى، انت لو ما خفتش زي باقي الناس وقررت ان انت ما تبيعش وهتحتفظ بالأسهم، كنت هتعوض الخسارة دي في وقت قد ايه؟ كنت هتعوضها في شهر أغسطس من نفس السنة، بعد 6 شهور بالظبط من الأزمة. وده طبعا عشان توصل لنقطة البداية اللي هم ال 10,000 دولار. ومن وقتها ال S&P 500 بيزيد كل سنة وبيحقق صعود أو أداء عالي. وفي بقى نقطتين مهمين جدا
جدا لازم تكون عارفهم في موضوع انهيار البورصه او انهيار الاقتصاد ده. اول نقطه ان لو البورصه انهارت او الاقتصاد انهار، فالفلوس وهي في جيبك مش هتفيدك بحاجه. يعني انا مدركه انك هتخاف على فلوسك وتحاول تبيع عشان تطلع باقل خساره وخلاص، بس عشان تعمل ايه بالفلوس دي بالظبط؟ تحتفظ بيهم جنبك وخلاص؟ مش منطقي. عموما اهم قاعده في الاستثمار ان وقت انهيار البورصه او الاقتصاد انت ما تخافش وما تبيعش، لان خوفك ده بيزود من الانهيار اكتر. انت لو ما بعتش واستنيت، الاقتصاد كده كده هيتعافى وهتقدر تعوض اللي انت خسرته وتكسب عليه كمان. تاني نقطه واللي مش ناس كتير بتفهمها، ان مش اي سهم يقع وينهار انت المفروض تفضل مكمل فيه ومستنيه يتعافى. لا، الكلام ده بيحصل في حاله انهيار البورصه بس، يعني انها تكون حاله عامه في مجموعه متنوعه من الشركات الكبيره اللي هي اصلا شايله اقتصاد البلد، فدي بس الحاله اللي انت المفروض تستنى فيها انها تتعافى. لكن لو سهم شركه واحده بس اللي بينهار وباقي البورصه منتعشه عادي، ففي الاغلب دي مشكله في الشركه اللي انت شاري فيها، ده عشان نكون واضحين. يعني عموما البورصه دي مش قمار ولا سحر، هي سوق عادي بيتحرك بالعرض والطلب. اكبر غلطه ممكن تحصل فيها هي انك تاخد قرار مبني على الخوف على فلوسك او الطمع في المكسب من غير ما تفهم ايه اللي بيحصل فيها فعلا. لو الفيديو ده عجبك ما تنساش تشوف الفيديو اللي انا بشرح فيه المضاربه. يا رب اشوفكم الفيديو الجاي. يلا هتوحشوني.